من يومين عرفنا خبر ان الاسماعيلي هبط رسميا لدوري درجة تانية، ومن ساعتها الدنيا قامت وما عادتش. ليه؟ انا مش عارف. اولا مش اول مرة الاسماعيلي يهبط، الاسماعيلي هبط تقريبا السنة اللي فاتت واتلغى الهبوط. السنة دي حصلت نفس الموضوع، هتكرر تاني، الاسماعيلي هبط. الناس متضايقة والدنيا مقلوبة، وازاي والاندية الجماهيرية والاسماعيلي والفكة الكرة المصرية وازاي ما تساعدوهوش وازاي والدولة واتحاد الكورة وبعدين لقيت الاسماعيلي نفسه نزل بيان ان اللجنة بتبذل قصارى جهدها ان هي تفضل موجودة في الدوري عافية، وده حق كل الاندية المعرضة للهبوط. المفروض ايه اللي يحصل؟ بغض النظر انا اهلاوي ماليش دعوة بعلاقة الاهلي والاسماعيلي، بس هو المفروض احنا نعمل ايه؟ يعني المفروض اللي يحصل الاسماعيلي جايب 19 نقطة من 30 ماتش، فنعمل له ايه يعني؟ هنساعده ازاي؟ هو ايه مشكلته اصلا؟ يعني هو مشكلته فين عشان نشوف مين يقدر يساعد يعني. وبعدين هو انت دلوقتي المعايير بتتغير ليه؟ انت بتتكلم على الانديه الجماهيريه، هو انت ليه ما بتزعلش لو الاتحاد هبط؟ لما المنصوره بتهبط، لما غزل المحله بتهبط، انت ما بتزعلش ليه؟ اشمعنى الاسماعيلي يعني اللي بتزعل عليه قوي يعني؟ ما هو عادي، ما فرق كتير قوي جماهيريه بتهبط يعني. انت ضد انديه الشركات؟ ما فيش متعه للدوري وبتاع؟ انا معاك ان الدوري والكوره للجماهير، ومهم قوي الانديه الجماهيريه، الجماهير هي اللي بتعمل تفاعل حلو قوي. فانت ضد بقى انديه الشركات ومش بتدعم التجربه؟ طب انت ليه بتدعم تجربه بيراميدز وبتقول ان هي تجربه ناجحه رغم انه نادي ما عندوش جماهير؟ ليه الكيل بمكيالين؟ ليه معيارين في التعامل؟ منين عايز الاسماعيلي ومنين مش عايز انديه شركات، ومنين لا بيراميدز تجربه حلوه وجميله؟ يعني انا مش فاهم يعني ليه الصياح بقى في الموضوع الاسماعيلي انه هبط؟ عاملين ليه موضوع يعني؟ خلاص يعني الراجل اتلغى له الهبوط السنه اللي فاتت ولاعب السنه دي وما شاء الله المركز الاخير بجداره، 19 نقطه من 30 ماتش يا مؤمن. هنعمل له ايه؟ يعني لما يهبط عادي يعني زيه زي اي انديه تانية يعني. وانا مع ان الانديه الجماهيريه تبقى موجوده، بس تبقى موجوده يعني بتقدم مستوى كويس وتاخد دعم محترم وبتاع عشان تجيب لعيبه وتنافس، بس انما غير كده خلاص يعني الهبط هبط يعني. هو المنصوره هبط واسوان طلع ونزل والمحله بيطلع وبينزل، اشمعنى الصياح على الاسماعيلي بالذات؟ انا دي مشكلتي. وليه بتقول انديه جماهيريه وانت بالنسبه لك بيراميدز عادي جدا، وتجربه سيراميكا هايله، وزد تجربه عظيمه اسطوريه؟ طب ما بلاش بقى الكيب ميكالين والنبي.